مساء الخير. اهلا بيكم في اسهل طريقة لعمل الديك الرومي. احنا اليومين دول داخلين على اعياد ومناسبات حلوة، فقلنا لازم نعمل لكم اكلة حلوة وجميلة علشان الاعياد والمناسبات دي، فعملنا الديك الرومي. يلا بينا نشوف بنعمله ازاي. غسلنا الديك الرومي بتاعنا غسلة كويسة جدا، يعني نقعناه في مية وخل ودقيق وملح وسبناه. انا بصراحة سبته من بالليل للصبح في المحلول ده، لان هو كان متجمد، فانا سبته يفك تجميدته ويتحط في المحلول ده يتنقع. والطريقة دي يا جماعة بتخليه ما بيبقاش فيه ريحة زفارة خالص خالص، انه يبقى متجمد ويفك التجميدة في محلول التنظيف بتاعه. المهم يعني احنا خلاص نضفناه كويس جدا وصفيناه، غسلناه طبعا من المحلول ده وصفيناه كويس قوي وحطيناه، وهنبتدي نعمل التتبيلة بتاعتنا. التتبيلة عبارة عن بصلتين كبار، وهنحط عليهم كام فص توم كده، ورق لوري، لو عندك مطحون ماشي، ما عندكيش يبقى هنحط العادي كده كده هو هيطحن. عندي حبهان مطحون، او برضو لو ما عندكيش مطحون هيبقى الحبهان العادي وهيطحن برضو. بابريكا، وعندي السبع بهارات وفلفل اسود والملح حسب الرغبة. انا بحط كميات التوابل دي على حسب حجم الديك، يعني كل ما الديك كان كبير كل ما زودت البهارات شوية علشان تديني طعم كويس. وهنبتدي نخلط الكلام ده كله مع بعض. وانا بضرب الخليط هضيف حوالي ربع كوباية خل، او نقدر نقول معلقتين كبار من الخل على الخليط ده. ده بقى بيسرع لي شوية السوى بتاع الديك. وهنكمل ضرب. هحط على الخليط ده معلقة كبيرة زيت، اي نوع زيت بتفضليه بقى، حبة زيتون، حبة زيت عباد شمس، زي ما انت عايزة. ونكمل ضرب. انا عايزة التتبيلة دي تبقى زي العجينة بالظبط. هحط طماطمايه مقطعة وهضرب تاني. الخليط عندي خلاص بقى كده، بصوا عجينة خالص كده. هاخد جزء من التتبيلة واحطها في مصفى كده اهو، وابتدي اعصرها كويس جدا في طبق غويط او بولة او اي حاجة غويطة، بحيث اني اخد منها المية بتاعتها. المية دي بقى اللي فيها التوابل والبصل وكل الكلام اللي احنا حطيناه ده مع بعضه. ناخد تاني اهو. هاجي بقى على صدر الديك، ولو عندي اي حاجة مدببة كده ليها سن، هبتدي اعمل فتحات كده اهي في الصدر. وهجيب سرنجة كبيرة، سرنجة عادية جدا، وحملاها من التتبيلة اللي احنا عملناها دي وصفيناها. هميل ده كده شوية اهو، وهبتدي احطها في الفتحات اللي انا عملتها. بقى اتبل الديك من منطقة الصدر كويس جدا علشان يخش التتبيلة جوه، ما يبقاش منطقة الصدر فاضية كده ما فيهاش تتبيلة اهو. هاجي على كل فتحة ادوس شوية، انزل التتبيلة جوه.
خلصنا خلاص تتبيل صدر الديك بالسرنجة او بالحقنة اهو زي ما انتوا شايفين التبل كله. بعد كده هاخد بقى التتبيلة بتاعتي اللي انا كنت عصرتها وخدت ميتها وهحط عليها كوباية زبادي اهي ابتدي بالخلطة اللي انا عملتها دي اتبل بقى الديك تتبيلة تمام كده من جوه كويس جدا علشان ياخد الطعم الجميل اللي انا عايزاه. اخش كده من جوه تحت الجلد كده اهو عشان كله يتشرب. خلصنا بقى الديك وتبلناه كويس جدا بالتتبيله الخطيره بتاعتنا دي. هنحطه في كيس من اكياس الفرن. انا بالنسبه لي هسيبه في الكيس بتاع الفرن بتتبيلته كده لتاني يوم وبعدين اسويه. انتي بقى ما عندكيش وقت ولا حاجه بس لازم تسيبيه على الاقل ساعتين قبل ما تسويه عشان يشرب من الخلطه الحلوه دي. وهندخله الفرن على درجه حراره 180 لغايه لما يستوي كويس جدا. بس انا بيتت الديك عندي في التتبيله الحلوه دي في التلاجة، بيته من بالليل للصبح. هجيب بقى شويه صلصه كده صغيره واحط عليها نقطه ميه، يعني بس افكها كده شويه بس هخليها برضو تقيله. وهحط عليها معلقه من القرفه اهي كده، معلقه صغيره من القرفه. وهقلب كويس الخليط ده مع بعض كده. الخليط ده هيديني ريحه حلوه قوي للديك وهو بيتسوى وطعم في منتهى الجمال. حتى لو انت مش بتحبي القرفه انت مش هتحسي خالص بالطعم، لان القرفه مش لوحدها، هي مع الصلصه فمدياها طعم وريحه مختلفه تماما. هندهن بقى الديك بتاعي كده كله كله كله، وبعد كده نقفل الكيس الحراري وندخله على الفرن ونسيبه بقى ياخد ويدي مع نفسه كده لغاية لما يستوي. ده الديك الرومي بعد ما خلصناه وطلعناه من الفرن وغرفناه، ريحته وطعمه في منتهى الجمال. ده بتتبيلتي الخاصة، لازم تجربوه يا جماعة. وانا حطيت شعرية باللوز، احنا قبل كده عملناها في القناة، اللي يحب يرجع لها هيلاقيها في الفيديوهات القديمة. والحقيقة طعمه في منتهى الجمال وشكله تحفة تحفة تحفة. ان شاء الله لو جربتوه عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وانا هستنى الكومنتات بتاعتكم علشان اعرف رأيكم فيه. ودي كانت طريقة عمل الديك الرومي بخلطتي الخاصة الجبارة بأسهل طريقة. مع مين؟